السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جالكم النهاردة بوصفة من الوصفات اللي هتعجبكم جدا، خصوصا بقى لو بتحبوا الفراخ الستريبس المقرمشة. هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة من غير بقى اي تعقيد ولا اي مكونات صعبة. خلطة التوابل نفسها بجد طعمها خطير جدا، وهقولك على اضافة صغيرة كده بس صدقيني هتفرق جدا، وكمان هتخليها احلى من كنتاكي بكتير. ازاي كمان تطلع معاكي مقرمشة بالشكل ده ومحافظة كده على قرمشتها والكفر الخارجي حتى لو بردت معاكي شوية. انا متأكدة ان بعد الفيديو ده مش بس هتبطلوا تشتروها من بره، لا انتوا كمان هتبقوا بتعملوها في البيت وتتباهوا بيها جدا. يلا بينا نشوف عملناها مع بعض ازاي. بس امانة عليكي لو الفيديو عجبك واستفدتي تدعي لوالدتي بالرحمة والمغفرة هي وجميع موتانا. ويلا بينا نبدأ على طول، بس ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه بقى هتعمليها هتجهزي الفراخ. شوفي بقى الكميه اللي هتستخدميها طبعا على حسب ما تحبي. انا هنا استخدمت نص كيلو من صدور الفراخ. قطعيها بقى بالطول كده، يعني بسمك متوسط، لا سميكه قوي علشان ما تتاخرش في التسويه، ولا رفيعه قوي علشان كمان ما تنشفش منك. عايزه اقولك كمان ان النص كيلو بيطلع كميه حلوه جدا، خصوصا ان الحجم كمان بيكبر بعد ما بنغلفه بقى بالكفر الخارجي. انا غسلت الفراخ كويس قبل ما اقطعها، وهقطعها كده شرايح زي ما انتم شايفين. وبعد ما اقطعها طبعا هغسلها كمان، ولازم طبعا بعد الغسيل نسيبها كده تصفي كميه الميه اللي فيها كويس جدا. ما ينفعش يكون فيها نقطه ميه علشان تتبل صح. طيب نيجي بقى للتتبيله اللي هتخليها احلى من اي ستريبس بره حقيقي. اول حاجه هتحطي معلقه صغيره كده مليانه من الملح، وكمان نص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود، وكمان معلقه صغيره مليانه من البابريكا. دي بتديها لون وطعم تحفه بعد التسويه. كمان هنضيف معلقه صغيره كده مليانه من مرقه الدجاج، ونص معلقه صغيره من الثوم البودر، ونص معلقه صغيره بصل بودر، ومعلقه كبيره مليانه من الدقيق. كمان معلقه مليانه كده من اللبن البودر، ودي بصراحه بتفرق جدا جدا في الطعم، وكمان بتخلي الفراخ كده طريه من جوه ومقرمشه من بره. هتدي الفراخ بجد نكهه يعني قويه جدا وبتخليها فعلا مختلفه. بعد كده بقى هنضيف نص كوباية من المية الساقعة. وهنا بقى لو حسيتي ان القوام يعني لسه تقيل شوية، ممكن تزودي كمان معلقتين كده كبار من المية. المهم التتبيلة كده يعني بتبقى لا خفيفة قوي ولا تقيلة قوي، قوامها كده بيكون وسط علشان تدخل جوه الفراخ وكمان تتشربها كويس. وبس كده قلبيها بقى كويس جدا، لازم كده كل قطعة تتغلف كويس علشان كمان الطعم يوصل للحم الفراخ من جوه، وتبقى واخدة الطعم والنكهة المظبوطة. طبعا قلبيها وسيبيها ترتاح كده على الأقل ساعتين، وأكيد لو عندك وقت ممكن تسيبيها أكتر. طيب لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو، بتمنى كده تنزلي تحت في التعليقات تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كلنا ناخد الأجر والثواب مع بعض. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وطبعا لو حابة بقى تضاعفي الكمية يبقى لازم كده تضاعفي معاها التتبيلة، وتكون بنفس النسب علشان الطعم يفضل مظبوط وما يبقاش فيه فرق. واكيد لو حابة برضو تعمليها من بالليل وتسيبيها في التلاجة، يعني النتيجة هتكون تحفة بصراحة، والطعم هيتشرب اكتر وهتطلع معاكي احلى بكتير. دلوقتي بقى هنحضر خلطة التغليف او الكفر اللي هيدينا القرمشة الحلوة. وفي طبق غويط كده هتحطي 3 كوبايات كده من الدقيق، زودي عليهم بقى معلقتين كبار من النشا. وخدي بالك ما تزوديش النشا اكتر من كده علشان ما ينشفش الكفر منك بعد ما تقليه. كفايه معلقتين بس. كمان هنضيف نص معلقه من اللبن البودر، ومعلقه صغيره كده مليانه من البيكنج باودر عشان بيدينا كده كفر خفيف وبيكون هش. ونص معلقه صغيره من الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم. الحاجتين دول بصراحه بيساعدوا في التهويه وبيخلوا الستريبس معاكي هشه كده من بره ومنفوخه وجميله جدا. وكمان معلقه صغيره مليانه من الملح، وطبعا الملح يعني على حسب رغبتك. نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وهنحط بقى نفس التوابل اللي استخدمناها في التتبيله. نص معلقه كده من مرقه الدجاج، ومعلقه صغيره كده من البابريكا، ومعلقه صغيره من الكركم بيديها لون جميل جدا. قلبي بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا علشان الخلطه كده تتوزع مظبوط، وكمان تديكي طعم حلو في كل حته. هنا الفراخ بقى بعد ما قعدت في التتبيله حوالي 3 ساعات ما شاء الله، زي ما انت شايفه القوام بتاعها اتغير خالص وبقت كانها كده يعني شربت كل التتبيله اللي احنا حطيناها، من غير كمان ما يكون فيها ولا نقطه ميه، وده معناه يعني ان التتبيله مظبوطه وزي الفل. هنجهز بقى دلوقتي الدقيق اللي حضرناه بالتوابل، وجنبه كده هتحطي طبق فيه كوبايه كبيره مليانه من الميه الساقعه،
تكون طالعه من التلاجة على طول، لازم تكون ساقعه علشان ده هيفرق جدا في قرمشه الفراخ. كل حاجه كده جاهزه تمام، هتاخدي بقى قطعه كده من الفراخ اللي في التتبيله وتنزلي بيها في الدقيق. ايدك بقى يعني عليها كده غلفيها كويس جدا، ركزي بقى في الخطوه دي، ايدك ما تلمسهاش، يعني ما تمسكيش الفراخ بايدك خالص، انت بايدك كده بالشوكه هتفضلي بقى تقلبي فيها كده، يعني زي ما تكوني بتقلبي في الدقيق مش في الفراخ، بتقلبي الدقيق على قطعه الفراخ. يعني قلبي عليها كده الدقيق بالراحه كانك بتغلفيها بقى من غير ما تمسكيها، ده كمان علشان الكفر يمسك فيها حلو وما يفكش بقى وقت القلي. يعني قلبي وقلبي ما تزهقيش خالص. عايزه اقولك ان كل ما غلفتيها اكتر كل ما طلعت معاكي كده مظبوطه وشبه الجاهزه بالظبط. بعد كده بقى نفضيها من الدقيق وانزلي بقى بيها في الميه الساقعه كده حوالي ثانيه او ثانيتين مش اكتر من كده، وطلعيها بسرعه على طول، ورجعيها بقى تاني في الدقيق، وارجعي بقى كرري تاني نفس الحركه، قلبي عليها الدقيق من غير ما تمسكيها خالص. الخطوه دي كمان هتخليها تطلع معاكي في الاخر يعني بالقشره بقى اللي بيبقى فيها تموجات كده، وبتبقى مقرمشه وشبه الجاهزه بالظبط، ما بيبقاش فيه اي اختلاف. كل ما غلفتيها كويس كل ما اديتك الشكل المطلوب. وانا بفضل تعملي كل قطعة كده لوحدها، يعني ما تغلفيش كذا واحدة مع بعض، علشان كمان لو حطيتي اكتر من قطعة في نفس الوقت ممكن تلاقيها تلزق كده في بعضها، وفي الاخر كده تلاقيها بقت عجينة في ايدك، طبعا هتبوظي بقى كل اللي عملتيه. فالافضل انك تعملي قطعة بقطعة، تخلصيها ترجعي تعملي اللي بعديها على طول. اكيد لو حابة تعملي برضو كمية اكبر من كده يبقى هتضاعفي كل حاجة، الدقيق بقى والتوابل وكمان المية. هعمل معاكي كام واحدة كمان علشان تشوفي الطريقة، بجد طريقتها سهلة وبسيطة جدا، ومن اكتر الوصفات للستريبس اللي تتبيلتها مميزة. ان شاء الله لما هتجربي الطريقة دي هتدعيلي عليها. وكمان عايزة اقولك على حاجة مهمة جدا، يعني ما تجهزيش الكمية كلها وتسيبيها على جنب، لا خالص، لازم اول ما تخلصي تغليف اي كمية تروحي بقى تسويها على طول، عشان الكفر ما يطراش منك ويفك بسرعة. لكن لو عملتي كمية وركنتيها جنب منك هتطرى معاكي والكفر هيفك منك وانت بتقليها. طيب انا شخصيا بفضل استخدم حلة غويطة كده، او حاجة تكون عالية شوية في القلي، ده كمان بيخلي الفراخ تاخد تسوية مظبوطة، وبتطلع بقى بنفس اللون من فوق ومن تحت ومن كل مكان، وكمان مش هتحتاجي كمية زيت كتيرة خالص. اهم حاجة كمان ان الزيت يكون سخن جدا في البداية، عشان كمان لو نزلت الفراخ والزيت لسه بارد او دافي الكفر هيفك منك على طول، وهتخسري بقى القرمشة اللي بنعمل فيها من ساعتها. طيب بعد بقى ما تنزلي الفراخ بحوالي دقيقة، هدي النار كده وخليها وسط علشان كمان الفراخ تستوي كده من جوه وتاخد لون حلو من بره زي من جوه. لكن لو النار عالية برضو هتتحمر معاكي بسرعة وهتفضل نية من جوه. حاولي برضو كده تسيبي ما بين كل قطعة والتانية برضو مسافة، يعني مثلا نقلي كل 3 قطع مع بعض في المرة الواحدة عشان ما تلزقش في بعضها، وكمان يطلع شكلها مظبوط في الاخر. وبس كده هخلص بقى كل الكمية كلها بنفس الطريقة، وزي ما قلتلك الكمية اللي يعني بغلفها بروح احمرها على طول، وارجع بقى اعمل غيرها، ويعني جنب مني كده وانا بحمر بكون بجهز الكمية الباقية. ما شاء الله كانت حلوة جدا، النتيجة اكتر من روعة، بجد فراخ مقرمشة ولونها ذهبي تفتح النفس بجد زي الجاهزة، ويمكن احلى كمان. ريحة التتبيلة فيها بجد خطيرة، يعني من اول قطمة كده هتحسي انك خلاص مش ممكن بجد تشتري ستريبس تاني من بره. جربوها بجد بنفس الطريقة وان شاء الله هتدعولي عليها. بتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك بقى ما تنسيش تحط لايك وتشتركي في القناة عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك وتشوفيني على طول. اسيبكم في حفظ الله، مع السلامة.